بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا النهارده نخزن الثوم الاخضر بطريقه سهله وبسيطه، ويا رب الطريقه تعجبكم باذن الله. الثوم الاخضر مالي الاسواق دلوقتي، كمان لما بنخزنه والله بيبقى طعمه جميل في الاكل، وبيديكي ريحه الثوم وطعم الثوم الفريش الجميل. طبعا لما هنجيب التوم هنغسله غسيل كويس بعد ما نشيل العيدان الصفرة والدبلانة اللي موجودة فيه. بنيجي كمان على راس التومة من فوق، بنحاول نشتال الجزء اللي هو الجامد دوت بمقورة بالسكينة على قد ما انتي تقدري. بنقطع الأجزاء البيضة لوحدها، العنق والعيدان الخضرة لوحدها. بتستخدميها في تتبيلة السمك، في تتبيلة بتنجان، أي حاجة بيبقى طعمها كأن التوم فعلا طازة والطعم حلو قوي. كمان بنيجي على العنق دهيت بنحاول نفتحها بالطول كده، لو موجود جوه منها جزء ناشف كده زي الخشبة بنحاول ان احنا نشتاله، لكن لو طرية وجميلة خلاص بناخدها ويا العيدان الخضراء وبنفرمها مع بعضها. هناخد الأجزاء اللي هي البيضة اللي هي الراس ونقطعها تقطيع عشوائي كده زي ما احنا شايفين، وفي الكبة بقى هنفرمها وهنخلي ديت لوحدها بنستخدمها في الطبيخ، بيبقى طعمها والله جميل جدا. مع التجربة هتعرفي ان التوم الأخضر ده في الطبيخ طعمه حلو قوي. هننزل بقى بالأجزاء البيضة في الكبة بتاعتنا، ومعانا كوباية زيت طبعا على قد الكمية اللي انت هتستخدميها. انت لو جايبة مثلا 3 كيلو او حاجة هتستخدمي لهم كوباية زيت، لكن لو جايبة كيلو ولا كيلو ونص او 2 كيلو بنكتفي بنص كوباية على قد المقدار اللي انت هتستخدميه. وطبعا بنستخدم الملح برضو على قد الكمية، بتضيفي ملح وزيت للتوم بينعم معاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده في الكبة اهوت يا حبايبي. والزيت بقى بيخلي ريحة التوم وطعم التوم زي ما هو ما بيتغيرش ولا يسود منك ولا بيجراله اي حاجة. بنفس الطريقة برضو بنفرم العيدان الخضرة، برضو بنضيف لها كمية زيت وكمية ملح زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بتبتدي بقى ان انت تخزني كل جزء لوحده، عشان بتقسمي طبعا. واحنا قلنا الابيض ده بنستخدمه في الطبيخ، والاخضر بنستخدمه في ايه التتبيلة لسمك لبتنجان لأي حاجة انتي بتتبليها. والله ما شاء الله طعمها وريحة التوم بيفضل معاكي طول السنة لو انت اخزنتي منه كمية كبيرة. لآخر معلقة بتستخدميها كأن التوم معاكي طازة وكأنك لسه شارياه الوقت. والطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين. بتجيبي بقى يا حبايبي برطمانات علب بتخزنيه فيها وبيفضل معاك. على فكرة انت لما بتضيفي الملح للتوم ما بيبقاش جامد معاكي وانت بتخرجيه من الفريزر، بالعكس بتاخدي بالمعلقة وبيبقى طري معاكي وجميل في الاستخدام. كمان ممكن برضو تقسميه في اكياس زي ما انت شايفة كده، وبتحدديها كأنها مكعب، وعلى قد ما انت بتحتاجي بتاخدي الجزء اللي انت عاوزاه. الملح والزيت بيحفظوه ويفضل معاكي طول السنة ما بيجرالوش اي حاجة. معانا الاخضر اهوت والجزء الابيض لوحده. اتمنى ان الطريقة تعجبكم وان الفيديو يكون نال اعجابكم، وبألف صحة وعافية يا رب.